السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أمسيتكم متابعي الكرام على قناة الشاشة تيفي. أهلا وسهلا ومرحبا في هذا اللقاء. في هذا الخبر: تذاكر مونديال قطر 2022 تقود رئيس نادي أولمبيك أسفي إلى سجن عكاشة. أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين سبع بالدار البيضاء مساء يومه الأربعاء من الشهر الجاري بمتابعة محمد الحيداوي برلماني ورئيس نادي أولمبيك أسفي في حالة اعتقال. وأفاد مصدر قضائي بأن النيابة العامة بعين سبع قررت متابعة البرلماني رئيس نادي أولمبيك أسفي في حالة اعتقال بتهمة محاولة النصب وبيع تذاكر بتسعيرة مخالفة لثمنها، وذلك في القضية المعروفة بتذاكر مونديال قطر 2022. وحسب المعطيات نفسها فإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية قرر متابعة مذيع صحفي بإحدى الإذاعات الخاصة في حالة سراح بتهمة المشاركة. ومعلوم أن التحقيق مع الشخصين المعنيين رئيس النادي والمنشط الإذاعي من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جاء بعدما أسفرت نتائج البحث عن تحديد هوية المشتبه فيهما باعتبارهما من بين المتورطين في تحصيل هذه التذاكر بشكل غير مشروع وترويجها أثناء تواجدهما بدولة قطر مقابل مبالغ مالية غير مستحقة. وقد شملت إجراءات البحث تحصيل إفادات مجموعة من الأشخاص الذين حصلوا على هذه التذاكر بمقابل مادي وتحديد مسارات تحصيلها وترويجها، فضلا عن البحث في مصادر حيازتها وبيعها في السوق السوداء، وهو ما قاد إلى الاشتباه في تورط الشخصين المحالين على العدالة. وتواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة الأبحاث والتحريات الضرورية من أجل تحديد هوية كل من ثبت تورطه في هذه القضية، وذلك في أفق إخضاعه للبحث القضائي وتقديمه أمام العدالة.